اتدرب كتير، كل يوم تعبير، أو practice makes perfect. دي الفقرة اللي احنا زودناها على سلسلة قلد وتعلم. لو عايز تعرف هي ايه بالظبط خليك معانا لآخر الفيديو. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسلام من ايزي انجلش. اهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة قلد وتعلم، واللي هتلاقيها في قناة اليوتيوب في زر قائمة التشغيل مترتبة حلقة 1 2 3 4. وعشان ما اطولش على حضراتكم خلينا نشوف الفيديو وبعدين نتناقش فيه. جاهزين؟ Let's do it. Merry Christmas! Oh my gosh, Mom, thanks! Well, what'd you get me? Let's see. You gotta be kidding me, right? What? That's what you wanted. Mom, I asked for an Apple Watch, not an apple on a watch. I'm done, I can't. بعد ما سمعنا المقطع تعالوا نناقش الكلمات صعبة وبعدين نناقش طريقة النطق كلمة كلمة. هو المقطع فكاهي عبارة عن محادثة بين ولد ومامته بمناسبة رأس السنة، كل سنة حضراتكم طيبين. فيبدو ان مامته جايبه له هدية، فبتقدم له هدية فبتقول له ميري كريسماس. والكلمة دي بتتقال دايما في أول السنة، وده تعبير معناه أنا أتمنى لك سنة سعيدة أو شيء من هذا القبيل. فيقول لها أو ماي جاش مام ثانكس. أو ماي جاش ده تعبير بيتقال للتعبير عن الدهشة، يعني مندهش إن هي جابت له هدية. فيقول لها ثانكس شكرا. وبعدين بقى فبيقول لها what did you get me. what did you get me يعني أنت جبت لي إيه؟ let's see خلينا نشوف. ولما فتح الهدية طبعا اتفاجئ إن هو كان محتاج ساعة ماركة أبل، لكن هي في الحقيقة جايبه له ساعة وتفاحة. فهو بيقول لها Mom, you gotta be kidding me, right? Kidding me دي معناها انت اكيد بتهزري معايا. Why? That's what you wanted. مش ده اللي انت كنت عايزه؟ فهو طبعا بيقول لها لا. I asked for an Apple Watch. يعني انا كنت عايز ساعة ماركة أبل. Not an apple and a watch. مش ساعة وتفاحة. I'm done. انا زهقت بقى كده خلاص. طيب لو جينا بقى نتكلم في طريقة النطق. اولا عند كلمة thanks لازم نطلع لساننا في TH كده. Thanks. Thanks. وبعدين بقى عندي السؤال what did you get me. انا بدل ما اقول what did you get me قلت what did you. لو لاحظت ان انا زودت لها حرف الج. ده ليه بقى؟ لان عندنا في الامريكان اكسنت الامريكان دايما بيحاولوا يخلصوا الكلام او يضغطوا الكلام في بعض عشان يقولوا اكبر كميه من الكلام في وقت قليل. طيب عندنا قاعده في الامريكان اكسنت بتقول لما الدي يجي بعدها حرف الواي او الصوت ي، في الحاله دي حرف الواي ده هيتحول لج، ويو هنقلصها تبقى يا. ناخد مثال بقى عشان الصورة تبقى أوضح. وأنا قلت مثلا told you. told انتهت بصوت د، يو بدأت بالواي. طيب هنحذف الواي ونعوضها بج وهنخلي اليو تبقى told you. told you. I told you that. يعني أنا قلت لك كده. طيب would you. would انتهت بالد، يو بدأت بحرف الواي أو صوت الياء، بدل would you would you. would you. لو عايز أقول لك ممكن تعمل ده عشان خاطري. Would you do that for me? Would you do that for me? طيب السؤال ده Did you do it؟ يعني هل انت عملت كده؟ طيب did برضو انتهت بالدي، بعد منها يو بدأت بالواي او صوت يا، بدل did you did you did you did you do it did you do it. طيب السؤال اللي في المحادثة كان بيقول ايه؟ What did you get me؟ بدل did you did you. ففي الكلام السريع يبقى كده What did you get me? 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 بعد كده بقول لها You gotta be kidding me. gotta. كلمة gotta دي طبعا اختصار، والامريكان دايما مشهورين بالاختصارات زي ما قلنا من شويه، لانهم بيحاولوا يقولوا اكبر كميه من الكلام في وقت قليل وبيركزوا على الكلام المهم في الجمله. فكلمة gotta دي من الاختصارات المشهورة جدا، ودي اختصار have got to اللي هي مضطر إلى. يعني بدل ما تقول مثلا I have got to go أنا مضطر أمشي، خليها I gotta go. شايفين بقى شكلها أحلى إزاي وبقت أجمل I gotta go. طيب لو أنت عايز تقول أنا مضطر أروح الشغل I gotta go to work. I gotta go to work. طيب لو أنت بقى مضطر إن أنت تعمل حاجة معينة I gotta do it. I gotta do it. طيب في ايه كمان من الاختصارات المشهوره؟ في اختصار wanna وهو اختصار want to. يعني بدل ما تقول want to خليها wanna. ده هيساعدك انك تتكلم بسرعه، هيخلي شكل الانجليش بتاعك احلى. فمثلا انت عايز تقول انا مش عايز امشي انا عايز العب، بدل ما تقول I don't want to go I want to play خليها I don't wanna go I wanna play. I don't wanna go I wanna play. يعني انا عايز العب. لو عايز تقول انا عايز امشي بدل ما تقول I want to go خليها I wanna go I wanna go. تمام؟
طيب في كمان ايه من الاختصارات المشهوره كلمه have to. have to في الكلام السريع بتبقى have to. فلو عايز تقول انا مضطر امشي، بدل ما تقول I have to go I have to go I have to go. طبعا من الاختصارات المشهوره كمان كلمه I don't know. بدل ما تقول I don't know خليها I don't know I don't know I don't know why I don't know I don't know what to do. يعني انا مش عارف اعمل ايه I don't know what to do. كمان من الاختصارات المشهوره كلمه let me اللي هي اختصار كلمه let me. فبدل ما تقول مثلا let me help you let me help you let me help you. طيب كمان من الاختصارات المشهوره كلمه give me واللي هي اختصار كلمه give me. فبدل ما تقول give me a call give me a call give me a call. فين شكلها بقى احلى ازاي؟ give me a call. كمان من الاختصارات المشهوره كلمه a lot of بتبقى a lot of. يعني مثلا لو عايز تقول انا معايا فلوس كتير، بدل ما تقول I have a lot of money I have a lot of money. ودي مش حقيقة طبعا مش معايا فلوس كتير ولا حاجة. I have a lot of money. كمان من الاختصارات المشهورة كلمة out of بتبقى out of. فعايز تقول واحد هنمشي من هنا، فبدل ما تقول له get out of here get out of here get out of here. كمان عندنا من الاختصارات كلمة going to اللي بنختصرها لجانا. لو عايز تقول أنا ماشي، بدل ما تقول I'm going to go I'm gonna go. أو مثلا عايز تقول أنت هتعمل إيه، بدل ما تقول what are you going to do what are you gonna do what are you gonna do. كمان من الاختصارات المشهورة جدا هي كلمة kind of اللي بتبقى kinda. لو واحد مثلا سألك أنت عملت إيه في الأجازة، فتقول والله it's kinda cool يعني كانت رائعة. طيب فبقولها you gotta be kidding me right. خلي بالكم عند كلمة right ما قالش right، ودي اتكلمنا عليها قبل كده، ودي اسمها healthy او انا مسميها مؤمنتي. ودي بننتجها بقى ازاي؟ بوقف الهواء في الحلق لمدة ثانية. right right انا ما قلتش right زي كلمة مؤمن. هلاقيها في كلمات زي و the but hot hit cat late. طيب تعال بقى ندرب على جمل. كل الجملة دي فيها الهيلتي. I might not do that I might not do that. أسرع I might not do that I might not do that I might not do that. طيب تعال ناخد جملة كمان. that can't be right. أسرع that can't be right what that can't be right what that can't be right. تعال ناخد جملة كمان. it is not that great it is not that great. أسرع it's not that great it's not that great. تعال ناخد جملة كمان. she hit the hot with her hat she hit the hot with her hat she hit the hot with her hat. طبعا مش لازم تبقى عارف معاني الجمل دي، ولكن خد بقى منها التمرين او اتمرن منها على الهيلتي. got it؟ فتبقى الجمله اللي هو قالها كده Mom you gotta be kidding me right. فردت عليه وقالت له why that's what you wanted. هلا عند كلمه what you احنا قلناها what you. طب ليه بقى كده؟ لانه برضه عندنا في الامريكان اكسنت قاعده بتقول لما التي يجي بعدها واي هنزود تش في النص، فبدل what you تبقى what you. زي مثلا كلمة got you تبقى got you. يعني مثلا لو انت بتهزر مع واحد صاحبك وعملت فيه مقلب، بعد ما تعمل فيه المقلب فبتقول له I got you it was a joke. يعني لقد نلت منك، او انت اتخدعت في المقلب it was a joke انا كنت بهزر معاك. طيب كلمة let you تبقى let you. هعرفك او هقول لك بدل ما تقول له I will let you know I'll let you know. كمان not yet تبقى not yet. فتبقى الجملة اللي هي قالتها why that's what you wanted. فهمناها كده؟ طيب عندك كلمة wanted، خلي بالكم انا ما قلتش wanted. طب ليه بقى كده؟ لانه برضو عندنا قاعدة في الامريكان اكسنت لما التي تيجي بعد ان بنحذفها. فبنقول مثلا على كلمة center بدل center، وبنقول على كلمة internet بدل internet، وبنقول على 20 بدل 20، وده خاص بالامريكان اكسنت. طيب
فحذفت التي من wanted فبقت wanted. فالجملة على بعضها هتبقى كده why that's what you wanted. مش ده اللي كنت محتاجه؟ فرد عليها وقال لها mom I asked for an Apple watch not an apple and a watch. I asked الجملة معناها ان انا كنت عايز ساعة ماركة ابل مش عايز تفاحة وساعة. طيب عندك كلمة I asked انا قلت asked بالتي ودي برضه عندنا لما الاي دي يبقى قبلها حرف الكي هتبقى ت asked for an apple. واخدين بالكم من الليتر بي الصوت بتاعه كده ب وده صوت انفجاري. الشفه دي بتلمس دي بيطلع هوا فجأة كده apple ب apple. وزي كلمة pack page paint park please point. تمام. وكده خلصنا الشرح وصلنا لفقرة التكرار أم المهارة ولا أنا هقول فيها المحادثة تاني ولكن جملة وهدي حضرتك وقت تقول بعد مني. جاهزين؟ Let's do it. Merry Christmas. Oh my gosh, Mom, thanks. What did you get me? Let's see. You gotta be kidding me, right? You gotta be kidding me, right? Why? That's what you wanted. Mom, I asked for an Apple Watch. Not an apple and a watch. I'm done. وكده نكون وصلنا لفقرة قلد وتعلم ولا انا هقلد فيها المقطع بصورة طبيعية وبعدين حضرتك هتشوف الكلام مكتوب قدامك على السكرين وانت كمان هتقلده بالسرعة الطبيعية. جاهزين؟ Let's do it. Merry Christmas. Oh my gosh, Mom, thanks. What did you get me? Let's see. You gotta be kidding me, right? Why? That's what you wanted. Mom, I asked for an Apple Watch, not an apple and a watch. I'm done. طيب وصلنا للفقرة الجديدة اللي احنا ضفناها للسلسلة وهي فقرة اتدرب كتير كل يوم تعبير أو practice makes perfect واللي هي عبارة عن إن أنت كل يوم هتاخد تعبير معين وهتجيب كده sticky notes أو نوت صغيرة وهتكتب التعبير ده هيبقى هو مهمتك خلال اليوم. هتحاول تستخدم التعبير ده مع كل الناس اللي أنت تقابلهم. هتحاول تستخدمه في البيت مع عيلتك مع باباك مع مامتك مع أهلك مع سواق التاكسي مع زميلك في الشغل. حاول تستخدمه مع كل الناس. ولو قالوا عليك مجنون مش مشكلة، أهم حاجة تتدرب على التعبير ده، مش بس تتعلم التعبير، لا ده أنت بتستخدمه، وهي دي الفكرة. التعبير ده اسمه جارة، وجارة زي ما احنا قلنا في الأول معناها مضطر إلى. فمثلا لو أنت قاعد مع أصحابك وعايز تمشي بدل ما تقول لهم والله أنا ماشي، فتقول لهم I gotta go I gotta go. لو عندك حاجة أنت لازم تعملها فبدل ما تقول لهم والله أنا لازم أعمل كده، قول لهم I gotta do it I gotta do it. طيب لو أنت بقى عايز تنام بدل ما تقول لهم والله أنا عايز أنام فبتقول لهم والله I gotta sleep I gotta sleep. طيب لو انت بقى عايز تطلع بره زهقان بدل ما تقول لهم انا عايز اخرج I gotta go out. تمام. ودلوقتي بقى بالنسبه لي انا I gotta go لان انا خلصت الفيديو I gotta go. تسمحوا لي؟ وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. اتمنى اكون ساعدتكم ولو بجزء بسيط ان انا احسن الانجليش بتاعكم. و thank you for watching guys. I'll see you next video.